تعالوا نتكلم على مكمل الدم وعلاقته بهيمنة الاستروجين وازاي بيستخدم في تحسين التوازن الهرموني لدى السيدات. بالراحة كده عليا، وايه هو الدم؟ الدم هو داي انديلول ميثين، وده بيجي من مكمل طبيعي اسمه 3 اندول كاربونول. سيبكم من الاسامي الغلسة دي، ولكن دي المادة اللي موجودة بشدة في الخضروات القرنبيطية والعائلة الصليبية، القرنبيط، البروكلي والكيل. بيعمل ايه بقى المكمل ده؟ ده بيحسن جدا جدا تكسير الاستروجين في الكبد في المسار الآمن. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الست اللي عندها عدم توازن هرموني ده عندها الاستروجين عالي، يا اما لانه عالي فعلا، يا اما ان هو بقى عالي نسبيا عشان البروجستيرون بتاعها قل جدا جدا. فلما بيتكسر في الكبد الدنيا بتبقى افضل، ولما بيتكسر في المسار الآمن بتبقى أفضل وأفضل. ليه؟ لأنه في مسارات تانية غير آمنة بينتج عنها برودكت أو منتجات بتعمل مشاكل. مين بقى الست اللي عندها استروجين عالي تستفيد من الدم تحت إشراف طبي؟ بعض البنات بتوع البي سي او اس، والسيدات اللي عندهم معاناة مع المشاكل اللي هي بتبقى معتمده على الاستروجين، زي ايه؟ زي الفايبرويد، وعندهم نزيف كتير جدا، او عندهم اورام، او عندهم بطانه رحم مهاجره. كل دي هيمنه استروجين. او السيدات في فتره البيريمينوبوز اللي عندهم الدوره شديده جدا ومبهدلاهم وملخبطاهم وعامله لهم انيميا، وده مش الاستروجين زاد، هو الاستروجين بقى مش متناسب مع البروجستيرون فيبان كانه اعلى منه كتير جدا. اللي بيجي لهم صداع نصفي شديد في فتره البي ام اس، اللي وزنهم بيزيد بشده، اللي بيجي لهم احتقان في الثدي، كل دي واحده من علامات هيمنه الاستروجين. يعني الاستروجين بقى بزياده، فاحنا محتاجين نساعد تكسيره في الكبد ونضمن ان هو يمشي في المسار الامن. فساعتها الدم مكمل رائع للناس اللي مش عايزه تاخد هرمونات تعويضيه وعندها مشاكل مع الهرمونات، ولكن لازم تحت اشراف طبي يا سيداتي الفاضلات، ويعطيكم العافيه.